الكرياتين قتل بحثا حرفيا، أكتر من 500 بحث دولي وعالمي عن الكرياتين وعن إنه آمن وإنه أحسن مكمل غذائي على وجه الخليقة، وده لأنه بيروح للعضلات وبيوصل مية كويس للعضلات وبيديك بامب وقوة في التمرين، يخليك تبني بناء عضلي أسرع وأقوى. ولكن في شوية تحذيرات يعني إحنا عشناها مع الناس اللي هي اشتركت معانا قبل كده أو الناس اللي إحنا بنشوفها في المستشفى أو حتى في العيادات الخارجية، إن أي حد مريض كلى أو عنده أي مرض مزمن، ده رقم 1 لازم يتابع مع الدكتور المختص الخاص بيه. رقم 2 بيبقى الموضوع صعب لو الكرياتينين بتاعه تعدى 1.6 أو 1.5، لا كده احنا بنحتاج ان احنا نتابع مع الدكتور المختص. ولكن لو حد بياخد كرياتين، يعني لو حد الكرياتين بتاعه مثلا اقل من 1.5، طبعا في تحاليل تاني زي الEGFR وزي السيستاتين وزي حاجات كتير جدا كلها تبع الكلى بتحدد يعني هل اذا كان في ضرر ولا لا. ده لو عندك ضرر مسبق من اي مرض قبل كده او الكلام ده كله يعني. لكن لو واحد مثلا ماشي على 3 شهور كرياتين، شهرين كرياتين، وعمل تحليل كرياتينين، اعتقد انه مش هيتعدى 1.5 او 1.6، واعتقد ان دي النورمال فاليو على حسب اخر ابحاث. وطبعا ما تنساش ان احنا بنقدم استشارة مجانية وخطة مجانية ليك بعد اي طلب من الموقع عشان تستخدم المكمل او المنتج احسن استخدام. وتنويه مهم، انا المالك او مالك اغلب اسهم شركة أليجيتور فيت او موقع أليجيتور فيت اللي انت شايفني عليه. انا بقدم المعلومة الطبية او النصيحة بتاعتي سواء الرياضية او الطبية او من اي علم من العلوم اللي انا درستها بفضل الله خالصة لوجه الله تعالى، وانا اللي ببيع الحاجة دي عشان بس نطلع بره الناس اللي ممكن تقول لنا والله هل هيبقى في استغلال للامراض الناس او لو كل الكلام ده. لا، هو اصلا مفيش امراض، هو دي مكملات غذائية للجيم والحاجات اللي زي كده، وزائد ان انا اللي ببيعها، وزائد ان انا اللي بقدم النصيحة الخالصة لوجه الله بعيدا عن اي مكملات وبعيدا عن اي ماديات واي سبونسر واي شركه او اي حاجه. حتى في حاجات انا مش مكملات كتير جدا مش هحطها على الموقع لان هي فيها لغط وفيها جدل وناس مختلفه جدا عليها، مع ان مفيش منها اضرار، ولكن انا لا يمكن اسمح لحاجه ان هي تنزل كده او تضر الناس 1% حتى، ولا يهمني كل الكلام ده بفضل الله يعني. بس ما تنساش تاخد استشارتك المجانيه بعد كل طلب مع أليجيتور فيت، ضمان مكمل معاك للآخر.